السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الفل، توحشوني كتير. تعالوا النهاردة نجهز بقى البطاطس نشيلها. البطاطس دلوقتي كتيرة في السوق وسعرها حلو، قبل ما تغلى بقى على رمضان وعلى الصيف. لا، نبتدي كده نجهزها. هقولك ازاي تجهزيها زي المصانع وبالسنة، ولا تعجن ولا تلزق ولا اي حاجة. تمام. طيب، كل ما تروحي السوق كده هاتي يعني حبة كده، اعمليهم كده مش مرة واحدة، تدريجيا كده. يعني انا نزلت كده جبت مثلا 5 كيلو بطاطس، عملت 2 والاتنين ونص دول هبتدي اشيلهم. يعني كل مرة كده او كل يوم شيلي لك حبة كده. ليه؟ علشان ما تاخديش لا وقت ولا اي حاجة، ويبقوا سهلين وتقدري تشيلي من السوق. هاتي بقى البطاطس العادية اللي هي بتاعت التحمير. تمام. وهنبتدي ان انت زي ما انت شايفة كده، من غير ما نغسلها الاول هنبتدي ان احنا نقشرها. الطريقة دي بتاعت المصانع يا جماعة والله، وأحلى مليون مرة كمان من بتاعت المصانع، وتقعد عندك بالسنة ولا بقى تلزق ولا أي حاجة بجد، وهتبقى مفرفطة كده وجميلة حلوة. جنب بقى السحور حبة فول كده تطلعيهم، مش هيكملوا دقايق بالظبط، وتقومي ايه عاملاهم. جنب بقى كده في الفطار وانت جاية من الشغل متأخرة، طلعي على طول واعملي. تمام كده. طيب، خلصنا كده تقشير البطاطس زي ما انت شايفة كده اهو. تعالوا بقى نغسلهم ونشوف هنعمل ايه. طب غسلنا البطاطس كده، هنبتدي ان احنا نقطعها كده، بس الصوابع ما تكونش رفيعة قوي، تكون كبيرة كده شوية علشان تستحمل معاكي. تمام. احنا زي ما قلنا هنعملها نص آلية تعيش بقى معاكي وتبقى جاهزة اهو زي ما انت شايف. انا هنا بقولك ما تجيبيش البطاطسايه الكبيره، او لو جبتيها كبيره قطعيها بالعرض. ما تخليش الصباع برضو كبير قوي، علشان وانت بتعمليها دلوقتي زي ما هنشوف كده ما تتكسرش منك، يبقى الصباع كده بصباع. بجد منجزة جدا على الفطار كده. وانت بقى بصي ما عندكيش حتتين بانيه هتطلعيهم وتعمليهم. وزي ما قلنا اسعارها حلوة، البطاطس في الصيف بتوصل الكيلو بيعدي 30 جنيه ومش حلوة. لكن دلوقتي ما شاء الله اهي جميلة، وب10 جنيه او ب12 جنيه زي ما كل مكان بقى. طيب، قطعناها زي ما انتوا شايفين كده صوابع اهو. تمام. الزيت غزير او يكون ايه سخن قوي. هننزل كده بالبطاطس. اول حاجه ما تكتريش في الطاسه، يعني ما تحطيش فوق بعضه، لا، انا عاوزه البطاطس كلها كده تبقى واخده راحتها في الطاسه. طب هنسيبها قد ايه؟ ما تطوليش، علشان حبايبي اللي قالوا البطاطس عجنت مننا. ليه عجنت؟ لانكم سبتوها وقت كتير لما دخلت في السوا. لا، دقيقه ونص بالظبط، وتقومي مقلباها وتقومي شايلاها بالشكل ده، وتقومي حاطه غيرهم. علشان كده انا بقولك ايه، ما تعملهمش مره واحده علشان ما تتعبيش. كل يوم كده شيلي لك حبه كده، ومش هتشيلي بقى في اكياس كتيره ولا حاجه. هاتي بقى صينيه كبيره كده وابتدي فرطيها كده بعيد عن بعضها كده علشان تبرد بسرعه. تمام. هقولك دلوقتي على ما تفرطيها هتقومي جبتي التانيين اهو وتشيليهم. ما بتسيبهاش كتير يا جماعه. بصي دقيقه ونص بكتير قوي اهو. شايفين اللون؟ لانك لو سبتيها زي ما قلنا كتير هتبدا تدخل في السوا، تيجي تشيلها هتتقطع منك وتلزق منك. هي دي الطريقه الصح اهو. نشيلها بقى، وتعالوا كده نحط دول مكانهم. ما بياخدوش وقت على فكره، يعني ممكن ال3 كيلو في اقل من ساعه تكوني مخلصاهم. يعني زي ما قلت لك بالظبط دقيقه ونص، وبتقومي مقلباها. يعني دقيقه ونص وبتشيليها، دقيقه بتقومي مقلباها على الناحية التانية، تسيبيها بتاع نص دقيقة وتشيليها. نحطها بقى بعيد عن البطاطس اللي سيبناها بردت اهو ونهويها. تعالوا بقى نجيب ايه بقى. صينية بقى. هاتي، انا جبت المصفى دي، بس اي حاجة تكون هتدخل الفريزر. وابتدي بقى شيلي اللي بردت، اللي احنا سيبناهم في الاول بردوا كده اهو زي ما انت شايف. حاطين كيس من اكياس التلاجة العادية، ونحط دي اهو. انا بطلع من الآلية ما بتاخدش زي ما قلنا دقيقة ونص. ونقوم ايه بقى حطينا الطبقة دي، نجيب بقى كيس من بتوع التلاجة وحطي بقى عليهم. ان شاء الله تعملي 20 دور. حطي بقى الكمية اللي انت عاوزاها اهو. ونقوم حاطين كده الاكياس. نحاول، بص انا حتى الاكياس اللي الزياده بقوم مطبقها وبحط عليها. انا مش عاوزه احط البطاطس على بعض، بحط راق وايه وكيس، راق وكيس اهو. دي بردت نفس النظام، جبنا كيس اهو بقى ونبتدي نحطها. والاكياس اللي حته الكيس الزياده دي طبقيه وحطي عليه، مفيش اي مشكله. المهم ما نحطش البطاطس فوق بعضها علشان ما تلزقش. وعاوزه اقول لك حاجه، حتى لو لزقت والله هوريكي دلوقتي لو لزقوا، لو احنا يعني ضاغطين كده في الصينيه او في المصفى دي، مصفى عاديه،
او صينيه وضغطنا كده وكم بطاطسايه كده لزقوا في بعض. لما نعملها دلوقتي هتفك وهتبقى زي الفل، وهوريكي دلوقتي. اهو كل طبقه بنحط كيس، كل طبقه بنحط كيس او ورق فويل اهو. بس ده طبعا اوفر من الورق الفويل، ورق الفويل دلوقتي غالي. ده كيس تلاجة كده، قطعي منه وحطي، افرشيه كده وحطي طبقة. بعد ما نخلص نحط كيس ونحطي طبقة. بصي دي اجمل طريقة لتخزين البطاطس. طب في طريقة تانية، البطاطس تكون سليمة، بتعمليها ايه؟ بتحطيها في كرتونة وهي سليمة، بس بتجيب البطاطس الناشفة، ما تكونش لسه طالعة وتكون مبلولة وما يكونش فيها طينة، البطاطس الايه الناشفة دي. تمام. وتحطي طبقة نشا وطبقة بطاطس وجرنان، جرنان وعليه البطاطس وطبقة نشا جرنان في كرتونة، وتسيبيها في أي مكان مهوي. تمام. احنا هنا خدنا المصفى دي وحطيناها ايه في الفريزر لحد لما جمدت اهو، لحد لما تجمد تمام. وبنبتدي نشيل الاكياس اللي احنا حطيناها، بصوا من تحت اهي مفرفطه وجميله. الطريقه دي تحفه يا جماعه. لكن البطاطس لو انت عاوزه بقى تشيلي بطاطس للطبيخ والكلام من ده، في كرتونه زي ما قلت لك، بتحطيها في ورقه جورنان طبقه برضو وترش عليها نشا، وبعد كده تحطي طبقه تاني رق تاني وتحطي بطاطس ونشا. بس دي بتقعد مثلا معاكي وقت ايه مش كتير قوي زي دي، وفي نفس الوقت لازم البطاطس تكون ناشفه. شايفين بقى الجمال؟ هاتي بقى اكياس كده وحطيها بقى، كيس كيسين زي ما انت عاوزه، انا هحطهم في كيس واحد. بصي هنا انا بوريكي كام بطاطسايه لازقين، فكتهم ازاي. طلعيها بقى حطيها في الاير فراير او حطيها في الزيت زي ما تحبي، بيبقى